الجميلة والوحش. في قديم الزمان عايش راجل غني جدا مع بناته التلاتة، وكان في 2 من البنات دي عندهم جشع كبير وأنانية، بس البنت التالتة كانت طيبة جدا وقلبها مليان بالحب والعطف والخير. وفي يوم من الأيام استقبل الأب أخبار إن السفن بتاعته غرقت بسبب العاصفة. خسر الراجل المسكين كل حاجة بيملكها ما عدا بيته الصغير اللي كانوا عايشين فيه. والأختين اللي كان قلبهم مليان بالجشع ما كانوش راضيين عن اللي وصله باباهم، وما كانوش بيبطلوا شكوى من الموضوع ده. أما البنت التالتة الجميلة كانت دايما راضية بكل حاجة، وكانت بتقوم بكل شغل البيت لوحدها. وبعد فترة سمع الأب إن في واحدة من السفن اللي كانت ضايعة ظهرت في المينا. ابتدى يحضر نفسه علشان يروح للمينا فورا، وقبل ما يسافر سأل بناته: ها يا بنات، عاوزين ايه اجيبهولكوا معايا وانا جاي؟ فستان، جزمة، سلسلة دهب. لا، السويرة. طيب وانت يا جميلة هتعوزي ايه؟ بيتهيألي إن وردة كفاية عليا يا بابا. وصل الأب المينا بعد رحلة طويلة، بس للأسف لقى السفينة بايظة وخربانة خالص. كان الأب حاسس بالحزن والإرهاق، خد قراره بالرجوع لبيته. الدنيا كانت ضلمة في عينيه، وهو في طريقه كان بيعدي على غابة. الغابة دي كانت باردة قوي، والتلج كان بيقع عليه وهو ماشي بحصانه. وأخيرا شاف قصر كبير منور قدامه. حاول يدخل، كان عنده أمل إنه يلاقي حد يساعده. القصر كان قصر مخيف، كان مليان بالأنوار في كل مكان، وترابيزة الأكل مليانة من كل ما لذ وطاب، بس ما كانش فيه أي حد حواليه. حاول إنه ينادي على أي حد موجود، بس ما حدش رد عليه. وفي الآخر ما قدرش يتحمل الجوع أكتر من كده، ابتدى ياكل من الأكل اللي موجود، ودخل بعدها ونام على سرير من السراير اللي موجودة في القصر. لما صحي الأب تاني يوم لقى حواليه هدوم محطوطة جنب السرير. نزل السلم ولقى قدامه فطار لذيذ على ترابيزة الأكل. اكيد القصر ده مسكون. يا ترى مين اللي بيساعدني بالشكل ده؟ يا ريت كنت اقدر اشكره. ولما خرج الأب من القصر لقى قدامه جنينة مليانة ورد جميل. انا كده مش هقدر احقق امنيات بناتي، بس لو اخدت وردة معايا على الاقل ابقى كده حققت امنية جميلة بنتي. وبمجرد ما قطف الوردة اتهزت الأرض هزة كبيرة قوي، وسمع صوت جامد جدا. ظهر من ورا الشجر وحش باين على ملامحه الشر، وكأنه أسد مفترس. والأب كان هيغمى عليه لما شاف الوحش ده. أنا أنقذت حياتك وأكلتك واديت لك كمان
هدوم جديدة، وانت دلوقتي جاي تسرقني وتاخد من الورد بتاعي؟ بقى هو ده الشكر اللي بتشكرهولي؟ انحنى الأب على ركبه وقعد يعتذر له، وقال له إنه كان عاوز ياخد وردة واحدة بس يديها لبنته. أيوة، بس اللي انت عملته ده أنا مش هعديه كده. أرجوك سامحني. أنا هسامحك بس بشرط واحد. اسأل بناتك لو واحدة منهم توافق إنها تعيش معايا، وأنا ساعتها هديلك فرصة وأسيبك. خد الأب حصانه ورجع حزين في طريقه للبيت. وفي البيت كانت الأختين الجشعتين بيسمعوا لقصة الأب الفظيعة اللي مر بيها، وطبعا ما اهتموش لعرض الوحش. لكن جميلة ما عملتش زي اخواتها. يا بابا بعد إذنك لو سمحتلي، أنا موافقة إني أروح معاك للوحش. وعلى طول وافق الأختين على عرض جميلة، وقالوا إن الموضوع كله بسببها هي أصلا. وأخد الأب جميلة معاه وهو حزين ويائس ومش عارف يعمل ايه. ولما راح كانت كل حاجة زي ما هي، الأكل على الترابيزة ومفيش أي حد في المكان. ولما قعد ياكل هو وجميلة ظهر الوحش، وابتدت جميلة تترعش من الخوف. الوحش كان شكله مخيف زي ما باباها حكالها بالظبط. سأل الوحش جميلة: انت جيتي هنا بإرادتك؟ أيوة. يبقى باباكي هيمشي الصبح ومش هيرجع هنا تاني. ولما صحيت جميلة تاني يوم الصبح عرفت إن باباها مشي، وشافت قدامها فطار شهي جدا في انتظارها على الترابيزة. فرحت جميلة وقعدت تتمشى في جنينة القصر وتبص على الورود الجميلة، ودخلت القصر وقعدت تتمشى جواه. وكان في باب من الأبواب بتاعة القصر متزين بالزهور الجميلة، ووقفت قدام الباب واستغربت، وبعدين فتحت الباب ودخلت. الأوضة كانت جميلة جدا، كانت زي اللي كانت بتتمناه بالظبط. كانت الأوضة مليانة بالكتب والورود والآلات الموسيقية. فكرت جميلة إن اللي يقدر يعمل أوضة بالشكل ده لا يمكن يقدر يأذيها أو يأذي أي حد. أخدت جميلة كتاب من الكتب اللي موجودة. على الكتاب وبحروف من الذهب كان المكتوب: ملكتي العزيزة، أمنياتك أمر علي مطاع. أتمنى إني أشوف بابا دلوقتي. وأول ما قالت جميلة كده ظهر قدامها باباها في المراية. جميلة اندهشت وفرحت قوي لما شافت باباها في المراية. وفي الليلة دي وهي بتتعشى ظهر الوحش. ممكن تسمحيلي إني أشوفك يا جميلة؟ القصر ده كله بتاعك، تقدر تشوف فيه اللي انت عاوزه. ازاي بتطلب مني كده؟ لا يا جميلة، القصر ده كله بقى ملكك انتي. أما أنا فممكن أمشي حالا من قدامك لو انتي مش حابة تشوفيني. كانت جميلة مندهشة جدا من إجابته. أنا عاوز أسألك سؤال، تفتكري إن شكلي وحش بجد؟ جميلة معرفتش ترد عليه، وبعدين رفعت راسها وبصت له وشاورت له إنه شكله وحش فعلا. يعني تقبلي
تتجوزيني يا جميلة؟ المرة دي جاوبت جميلة بسرعة: لا. لف الوحش وهو حزين ومشي وساب جميلة لوحدها. كان الوحش بيزور جميلة كل يوم في ميعاد العشاء، كان بيعملها برقة وكان لطيف جدا معاها. ومع مرور الأيام حست جميلة إنها اتعودت على وجود الوحش. يا ريت شكله ما كانش يبقى وحش بالشكل ده. وبعد كام شهر جميلة ما بقتش بتخاف من الوحش، بالعكس ابتدت جميلة تعجب بيه كمان. لكن في يوم من الأيام شافت جميلة في المراية باباها وهو تعبان، وجريت على الوحش بسرعة وطلبت منه إنه يسيبها تروح لباباها علشان تراعيه وهو مريض. أكيد يا جميلة، تقدري تروحي لباباكي وتشوفيه زي ما انت عاوزة، بس لو مرجعتيش هنا تاني أنا ممكن أموت من الحزن. أنا هرجع، أكيد هرجع بعد أسبوع، أوعدك بكده. الوحش ادى الجميلة خاتم، لما تحط الخاتم ده جنبها وتنام هتصحى تلاقي نفسها في القصر مرة تانية. تاني يوم الصبح صحيت جميلة ولقت نفسها في سريرها في بيت باباها. جريت على طول على باباها، لما شافها كان فرحان جدا وحس كمان بالتحسن أول ما شافها. وبعد شوية جم اخوات جميلة اللي كانوا اتجوزوا جايين علشان يزوروا باباهم، ولما شافوا جميلة جالهم حالة من الزعل المخلوط بالحسد والحقد، وقرروا انهم يدبروا لها مصيبة من كتر غيرتهم منها. احنا نخليها تفضل هنا أسبوع كمان علشان يجي الوحش ويقتلها ونخلص منها. وراحوا الجميلة وقعدوا يقنعوها إنها وحشتهم وإنهم مش عايزين يفرقوها تاني أبدا. وفعلا وعدتهم جميلة إنها هتفضل معاهم أسبوع كمان. وبعد فترة صغيرة حست جميلة إنها اشتاقت للوحش وإنها مفتقداه. وفي يوم شافت حلم إن الوحش ميت على الأرض في جنينة القصر. صحيت من النوم وهي مخضوضة جدا وزعلانة. اللي أنا بعمله ده قاسي جدا، أنا كده إنسانة أنانية. وفورا طلعت جميلة الخاتم من صباعها وحطته جنبها ونامت. وصحيت تاني يوم في القصر واستنت الوحش طول اليوم ودورت عليه في كل مكان في القصر، بس الوحش مجاش. خرجت تدور عليه في جنينة القصر وشافت الوحش مرمي على الأرض زي ما شافته في الحلم بالظبط. وأول ما شافته جريت عليه وحضنته. الوحش كان قلبه لسه بينبض وفتح عينيه واتكلم بصعوبة: افتكرتك مش هتيجي، أنا كنت جهزت نفسي للموت. بس أنا بحبك وعاوزة أتجوزك. وفي اللحظة دي حصل شيء غريب، القصر نور أكتر وبقى جميل جدا. وبصت جميلة حواليها وهي مبهورة باللي بيحصل، ورجعت تبص على الوحش تاني. بس في المكان اللي كان فيه الوحش بقى فيه أمير وسيم جدا. ولما شافته جميلة قعدت تبكي: أنت مين؟ الوحش راح فين؟
أنا الوحش. في ساحرة شريرة سحرتني من فترة وحولتني لوحش شكله وحش، وانتي لو ما كنتيش قلتيلي انك بتحبيني كنت هفضل وحش طول عمري. ولما سمعت كده حست جميلة بسعادة كبيرة، ولأنها عندها قلب طيب لقت الحب الصادق. اتجوزت جميلة من الأمير وعاشوا في سعادة.